صلاتي وسلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم. صلاتي وسلامي على من قال للظبي من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم. صلاتي وسلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى والنون والقلم. صلاتي وسلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشك لذلك من الألم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختاما لهذه الليلة القرآنية التي أعدتها عموم عائلات بقشيش وعموم عائلات عاشور وعموم عائلات جبر وعموم عائلات عزبة البليسي، تكريما للوالد الكريم رحمة الله عليه الحاج علي حسن بقشيش. مشاركين العزاء لأبنائه الكرام المعلم محمد علي حسن بقشيش، ومشاركين العزاء للمعلم أحمد علي حسن بقشيش، ومشاركين العزاء لأشقاء الراحل الأقربين وعموم الأسرة الكريمة. أيها الإخوة المؤمنون، طاف بنا المطاف إلى الجزء الختامي في هذه الليلة القرآنية، فما أجمل قول القائل إذ قال هو القرآن في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الأخرى، فهلا حرصنا حده سدا قويا، فمنا معشرا كانوا كراما رعوه بكرة ورعوه عشيا. علم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كبير أعضاء مقرأة كبار قراء إذاعة القرآن الكريم بمسجد سيد الحسين بن علي بمدينة القاهرة، القارئ الذي عطر مآذن مساجد جمهورية مصر العربية، وعلى الهواء مباشرة وعبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم قرآن فجر الجمعة الماضية على الهواء مباشرة، والملقب بقروان الفجر والجمعة والأمسيات الدينية، نجم وفخر قراء محافظة الإسماعيلية، قارئ أولياء الله الصالحين والأعتاب الطاهرة، فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الذي يريكم آياته هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده.
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لمن
تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صلى الله عليه وسلم. قول يا سيدنا، قول يا سيدنا، قول يا سيدنا، قول يا سيدنا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع آيات مسك الختام والتي تلاها على مسامع حضراتكم على التلاوة بالإذاعة المصرية. فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكبير أعضاء مقرأة كبار قراء إذاعة القرآن الكريم بمسجد سيد الحسين بن علي بمدينة القاهرة، عضو بنقابة قراء مصر والمقيم بمركز ومدينة القصاصين محافظة الإسماعيلية. في هذه الليلة القرآنية التي سعدنا فيها بنجم قراء الشباب فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد متولي قارئ مصر والعالم الإسلامي وعضوا بنقابة قراء مصر والمقيم بأولاد حان مركز ومدينة المنزلة. في هذه الليلة القرآنية التي أعدت تكريما وتأبينا للوالد الكريم الحاج علي حسن بقشيش، أتقدم نيابة عن أبنائي الكرام المعلم محمد والمعلم أحمد علي حسن بقشيش، ونيابة عن أشقاء الراحل الأقربين وعمومتهم وأبناء عمومتهم، عموم عائلات بقشيش وعموم عائلات عاشور وعموم عائلات جبر، عموم عائلات عزبة البليسي، باسمهم جميعا أتقدم بخالص شكري لكل من أتى إلى هذا المقام فردا فردا ليؤدي واجب العزاء. شكر الهندسة الإذاعية ولؤلؤات الإنارة الحديثة وصانعة الجهد المبذول في هذه الليلة، بل صاحبة لمس الإبداع في عالم الإنارة والصوتيات لجنرال صوتيات مصر مهندس محمد السيد جبر والمهندس كريم محمد السيد جبر والمقيمان بعزبة البليسي، كسور الضيافة العربي وأسطول الفراشة المتحرك وصاحبة الجهد المبذول في هذه الليلة وصاحبة لمسة الإبداع من مملكة الفخامة والإبداع للاسم الذي صنع التاريخ، بل اسم له تاريخ لمؤسسة العالمي لأعمال الفراشة أسطورة الفراشة المصرية العالمي أحمد الركحي والمقيم بحزبة البليسي. واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة فريق عمل السلطان لأعمال الضيافة حكم دار الضيافة المتر ماجد صلاح والمقيم بحزبة البليسي. في انتظار التلاوة عبر شاشات الانترنت للعبقري والمبدع وصاحب لمسة الإبداع عبد الرحمن الباز بالجبالية. أيها الإخوة المؤمنون، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. سائل الرب جل وعلا أن يهب ثواب ما قرئ من القرآن نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره وولي ذلك والقادر عليه. أترككم في رعاية الله وأمنه. عبد الوهاب عيسى الجمالية دقالية، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.